مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فكرة لبكرة. فكرة اليوم تتعلق بشيء هام جدا في حياتنا، بالإنترنت. الإنترنت الذي أصبح محرك أساسي في عالم السياسة، في عالم الاقتصاد، وفي حياتنا الاجتماعية. اليوم نقدم فكرة من خلال مهندس شاب عن إنشاء شبكة إلكترونية أسرع من الإنترنت. سنتعرف على هذه الفكرة وعلى صاحبها باشمهندس محمد عبد الوهاب. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم، اهلا وسهلا. باشمهندس محمد، يمكن اللي هيسمعنا هيقول شبكة الإنترنت متواجدة منذ سنوات، وأي شيء سيكون بعدها سيبنى على نفس الفكرة. ما هو الجديد؟ هي الشبكه دي مختلفه عن شبكه الانترنت بيعتمد على الالياف الضوئيه والاسلاك الضوئيه وخطوط التليفون والوايرلس. اما الشبكه دي لها نقطه اتصال مختلفه تماما، تعتمد على بث الاشعاع ده هيكون عن طريق كارت هيركب في جهاز الكمبيوتر. الكارت ده هيبث الاشعاع بوحده تحكم. وحده التحكم ده هتغطي 300 الف كيلو مربع. يعني الدولة زي مصر هنا تحتاج 3 وحدات تحكم. الإشعاع ده هيكون أسرع بكتير عن شبكة الإنترنت، وهيكون يصعب اختراقه في المرحلة اللي جايه. أما شبكة الإنترنت ممكن أي حد يسرق إيميل، باسورد، أي بي، أو الأي بي بتاع في الجهاز يخترقه عن طريق. عند حضرتك على أول شيء وفكرة يعني إحنا إحنا البحر المتوسط أو انقلاب الشيء وجه الآخر فكرة من جدا. لا، هو اللي موجود ومنتشر مفهوم ملوش تأثير على آدم وحيوان. هو استخدم حاجات خاصة بالإشعاع، نقل النت. يعني أخيرا نقل النت أسرع من الصوتية. يعني ده إلى موجود هو لا، هو أسرع منه بيانات صوتية تحمل على الكمبيوتر. هي التحكم واحد هتبث الجهاز الثاني. إذا حضرتك نظام إحدى طيب حضرتك قلت لي إن هو مثل المحطة هي مكلفة شوية، لكن عندنا التحكم الواحدة بتتكلف في معمولة دولار يغطي قد إيه مساحة لو المستخدمين هيتوقف عليها؟ خش حتى لو كلها مشكلة من ناحية تحمل كله. وهتكون على مستقبل دي يعني ان هي بالحقوق واقتصاد. الاقتصاد هيكون على مستوى عام كل على، عشان ما حد يصير. لو انا عاوز مثلا اخش على الانترنت ليا، لكن شبكه شعر يعني شبكة كلها عارفين ان لكن نفس الوقت هل ربط الشبكة المتعددة محتاجة ممكن جميع وجود المستوى العام على المستوى. لو الابراج بتبقى عارفين احنا مش سر حاجه الدول، مش حاجه عن اي شغل خاص بنا احنا. في عالم الانترنت أدرى مننا ان مش مستحيل معينه لشخص نحن بدخول كلمه السر او الايميلات والحاجات ما تكون موجوده طريقه لحاجه في تصميم نفس نظام لأبراج التحكم يعني حطها تحت الدراسة وتأثير على الصحة بفكرة إشعاع كمية قليلة، غير لما عند تجميع ملايين الأشعة أكيد هيكون لها تأثير. هي
ما لهاش تأثير بالنسبة له. خلينا هندسة قدرات نعمل مكاتب نحظ احنا مجموعة شغالة، وكان المفروض في كلية هندسة هتشتغل معايا مسؤولين لغاية إن أقف لغاية ما في حلول المشاكل عملية تجارب. هي ممكن بس يعني ممكن تجربة ثالثة. حضرتك محتاج بعض الأبراج حتى هي نسبة سلامة احنا ممكن نعمل ونعمل أي مشكلة، بس هو في التفكير لها عشان لها تحت تفكير نفسها. احنا واحدة جديدة ما ينفعش عمرها يكون الوحدة الكاملة من سنة من 70 سنة اليوم 70 عشان أوزع في محافظين الحاجة دي أكسب من وراها يعني حاجة يعني هتتعمل إن شاء الله، هتدخل ما يعادل مليار دولار يوميا عائد دي بنطرح ان فيها العالم كله وكله يتعاطى مع ان هي تكون واصل العالم الينا. واحد كمان الشبكة اسرع من دولة، وهم عارفين النت بلس من مصدر مع الامريكي كلهم الانترنت. فلما تيجي شبكه زي دي تتعمل هتيجي يعني تتعاقد وتشترك مع فرق السرعه يا باشمهندس هنا ممكن بعد عن 300 كيلو من وحده التحكم الثانيه جيده جيده من الله يكون لك لدي اتصالات واتصالات كده مش هي الحكومه تشتغل معاها تتعاون معاها، لكن حكومه كليه هندسه او في الاراضي